هنعمل مع بعض النهاردة احلى حلا هتدوقوه في حياتكم. بصراحة عملته مرة ومن ساعتها عيالي بيعشقوه. حتى جوزي حبه من حلاوته. بيلموني البسكوت بتاع المدرسة كل هيته وبنعمله كل اسبوع. ده وطلوا كمان ان احنا نعمله كل يوم هنعمله. تعالوا بقى ندخل على المقادير سريع. هنا حطيت هنا حطيت كيلو حليب او كيلو لبن على حسب ما انتوا الدول عندكم بتقولوا عليه ايه. هنا بنقول عليه حليب او لبن واحد. حطيت عليه 5 معالق كاستر. واللي مش عارف الكاستر وريته البرطمان هتجيبوه من اي عطار من اي منفذ. هتقولوا عايزين بودرة كاستر هيدولكوا. حطيت كوباية سكر وقلبته كده الكاستر مع السكر. كوباية سكر بتاعت شاي صغيرة يا بنات. والسكر بقى زي ما انتوا حابين يعني ظبطوا السكر على حسب ما انتوا بتحبوا. حطيته على النار واول ما وصل عندي بالقوام دوت كده بقى عندي القوام اتظبط. بصوا ما شاء الله ما بينزلش من على المعلقه من ظهر المعلقه ثابت. بفضل اقلب كده وخلاص كده انا هبدا ان انا هرفعه من على البوتاجاز. اسيبه يبرد ساعه وبعد ساعه احطه في الفريزر نص ساعه. تعالوا نعمل الشوكولاته. نص كوبايه زيت على نص كوبايه سكر على نص كوبايه لبن على 4 معالق كاكاو. وهنزل بده كلياته في الشفشق. وابدا اللي انا ادوب السكر مع اللبن مع الكاكاو ومش هنزل بالسكر بالزيت الا لما كله بيدوب. عايزه السكر مش عايزه حبوبات سكر فيه خالص انا عايزاه يبقى ناعم. كانه دلوقتي عامله كانه زي عصير كده. بدوب السكر الاول وببدا اللي انا انزل بقى الزيت عشان يتحول معايا من عصير لا عايزه بقى يتحول معايا شوكولاته. انزل بقى بسرسوب زيت كده بسيطة واحدة واحدة كده وافضل اضرب. وابدأ ان انا انزل لحد اخلص كمية الزيت. وتعالوا بقى نبص على القوام الجميل دوت قوام شوكولاتة فيه لمعة جديدة كده شوية ما شاء الله على القوام. يلا بقى بينا نعمل الكريم الشانتيه. انا هنا عملت الكريم الشانتيه بس اللي حابب يعرف انا بعمله ازاي. شايفين الكاستر بعد ما حطيته في الفريزر. الكريم الشانتيه يا بنات بنحط كوباية كريم شانتيه على نص كوباية مية. وبنفضل نضرب فيها بالمضرب 10 دقايق بتتمسك زي ما انتوا شايفين كده. هنا حطيت بقى الكريم الشانتيه اكتر من نص ساعة كاستر وفضلت اضرب اضرب اضرب. محيت كريمة الشانتيه كلها مع الكاستر. بيضة واحدة او بيضة واحد. عايزاه كله يدوب بس ما شاء الله طعمه فظيع. عيالي هنا كانوا ما شاء الله عاملين يدوقوا وانا زي ما قلت كان لميت بسكوت المدرسة كله وجبته هنا. عشان نعمل احلى حلا يعني احلى حلا دقته. يعني والله يا بنات وانا بصور الفيديو نفسي راحت له. اللي في التوقيت دوت يعني طبعا احنا كنا الوصفة دي بقالها اسبوعين في التليفون. والمدرسة قاعدة بقالها اسبوعين ما طبعا مش بقينا بنلم بسكوت. وطبعا يعني الوصفة وحشتنا كلنا يعني وحشتنا كلنا. وصفة ممتازة جدا عملتها مرة ومش هبطل ان انا اعملها. بس ما شاء الله بحط البسكوت. بعمل بقى طبقة من بسكوت على طبقة من الكاستر طبقة من بسكوت على طبقة من الكاستر. محايا الطبق المهلبية يتملى معايا كلهيته. ماشي. ادي احلى حلا بصراحة دقته في حياتي. انا هنا ببل البسكوت يعني بزود تبليل البسكوت سنة شوية. عشان البسكوت ما شاء الله يعني البسكوتة حجمها ما شاء الله مليانة. ما طبعا هتحتاج اللي انا اسيبه في المية شوية غير البسكوت اللي بقى جايبينه من برا. مش بيحتاج يا دوبك بتحطيه في المية يا دوبك بتطلعيه طوالي. اما بسكوت المدرسة بيبقى ما شاء الله اللوح مليان يعني اللوح بتاع البسكوت مليان. ما طبعا بتسيبيه شوية. ببدأ ان انا احطه في المية بسكر ببدأ ان انا احطه. ممكن تستبدلوا المية بالسكر اللي انا بحط فيها البسكوت دي ممكن تستبدليها بكوباية لبن عليها معلقتين سكر. ماشي. على حسب ما انت عايزه انت مش حابه ان انت تحطي حليب خلاص. الطعم يا بنات مش هيتغير الطعم هيبقى متوحد. بس انت لو عايزه يعني ايه تزودي يعني كميه الغذاء يعني. اما هو كده يعني كميه الغذاء فيه بالزياده بس انت لو حابه تزوديها تزودي لبن. مكان الميه بسكر هتحطوا لبن. ببدأ ان انا عامله بقى البسكوت كده اهو يعني عايزه اعمل طبق بسكوت. وهبدأ ان انا احط برضو طبقة من الكاستر زي ما انتوا شايفين. زودي زودي كاستر الدنيا مليانة عندنا وما شاء الله الدنيا بالزيادة. ما طبعا زودي ومش تستخسري حاجة في عيالك.
مهما هتعملهم حاجة يبقى توصي شوية. هنا بقى حطيت الشوكولاتة بالمنظر ده، بصوا يعني حلاوته باينة، طعمه باين. بتمنى تكونوا انتوا جنبي، وبتمنى يكون انتوا كنتوا جنبي عشان ادوقكم احلى حلقة، يعني احلى حلقة عملته في القناة القديمة او القناة الجديدة. احلى حلقة عملته بصراحة هو دوت. واستنوا ان انا هعمل لكم تورتة عيد ميلاد روفان، وهنصور مع بعض الاحتفالات وكل حاجة هتلاقوها نازلة على القناة الجديدة ديت. هنا بقى حبيت ان انا احط كريم شانتيه من على الوش او من على الجانب بالمنظر دوت. وخلاص تعالوا بقى نعمل الاطباق بالشكل دوت. انا حبيت ان انا يعني انوع او اغير، يعني مش كله يبقى نفس الاطباق. بصراحه الاطباق دي ادت شكل احلى. انا بصراحه بالنوع بحب اي اطباق مهلبيه بحبها بيضه، مش عارفه ليه، بس انا بحب الاطباق المهلبيه تبقى بيضه. او برضه اللي انا احط طبقه كاستر على طبقه بسكوت زي اللي انا عملته في المره اللي فاتت، هعمله برضه في الاطباق ديت. استحملوني شويه، انا حبيت الفيديو ده يبقى قصير والله يا بنات، قد ما قدرت ان انا اقصره لكم، اللي انتوا يعني مش تزهقوا او تملوا، يبقى الدنيا سريعه معاكم ومش هتحسوا بملل. خلاص بقى حطيت بقى البسكوت الساده، وزي ما عملت في الاطباق الاولانيه هعمل في التانية. وهنا حطيت برضو على وشهم شوكولاته كده. اهم حاجه تتوصوا بالشوكولاته، بتدي طعم فظيع في الوصفه دي. توصوا يعني زودوا شوكولاته قد ما تقدروا. لو الشوكولاته مش كفت اعملوا شوكولاته تاني وزودوا الوصفه دي. بتحب الشوكولاته جدا جدا، وانتوا بتاكلوا كده يعني بتوديكوا في احساس تاني، الطبق منه بيوديكوا في حته تانية. وخلاص كده يكون خلصنا الوصفه، وتعالوا بقى بينا ندخل على المغامره اللي احنا عملناها. والله يا بنات يعني جربوها وعلى ضمانتي، يعني انا الحاجه مهما قلتلكوا على ضمانتي اعرفوا اللي هي ناجحه 100%. مش تشكير فيا، بس انا لما بعمل حاجه حلوه بقول حاجه حلوه، والحاجه الوحشه بقول عليها وحشه.